طريقة تحضير حريشة بالبلبولة كتجي يا سلام، والزيتون كتجي رطبة وهشيشة. غير تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. ناخدو واحد نص كيلو ديال البلبولة رقيقة، هي اللي غنديرو الحرشة ديالنا. صافي غنعجنوها هكا، نعطيو عليها الماء تشرب منها المياه مزيان، ما تبقاش فيها المياه، وعاد ديك الساعه غنصاوبو بها الحرشه. بعد ما نشفات لينا داك الماء كما كتشوفوا. صافي غنديروا المليحه. دابا غتسلق لكم الحريشه كتجي يا سلام. غنديروا واحد نص معلقه ديال الخميره، واحد نص ساشيه ديال الخميره، نص ساشيه، معلقه ديال الزيتون مقطع. بغيتو ديروا واحد جوج معلقات ديال زيت البلديه، هذه راه صحيه ما فيهاش لا دقيق لا حتى شي حاجه. صافي فيها الزيت البلديه وفيها الزيتون الكحل والبلبوله البلديه. صافي غنوريكم كيفاش غندير ليها. غنسخنوا المقله ديالنا، غنجيبوا المقله ديالنا وغنديروا فيها الزبيده على هذا الشكل هذا، شويه ديال البلبوله على هذا الشكل هذا. صافي بعد ما ساليتها ندورها بحال هكا حتى نديرها الشكل لينا مزيان. صافي وغندير لها بحال هكا وغنكرسوها على هذا الشكل هذا. غنكرسوها على هذا الشكل هذا وغنجمعوا الجنيبات غير بيدينا، ما نحتاجوا لا معلقه لا والو. حاولوا شويه تخليوها جاريه شويه باش هي راه دغيا كتشرب البلبوله. صافي غنخليوها طيب ونبقاو ندورو هكا نقيله حتى طيب لينا، ونقلبوا على الجهه الاخرى. صافي بعد ما قلبناها خصكم تكونوا تجهدوا على البوطه باش ما تقصحش ليكم. ما تقولوش ما طيبش لينا، هي بالعكس كطيب، واخا تجهدوا البوطه. وملي غنقلبوها نبقاو ندوروها بحال هكا حتى طيب لينا، وديك الساعه غنقدموها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم وهي صحيه غير بالبلبوله. وشكرا لكم التعاليق ديالكم الزوينه، وبسلامه عليكم.